تعالوا بقى النهارده هقول لكم على شوية أفكار مهمة لكل ست بيت، مش ست بيت، أي حد مسؤول عن بيت لازم يكون عارف الأفكار ديت، لأن هي هتساعده في التنظيف كويس قوي. مبدئيا كده أول حاجة الإزاز اللي احنا مهما بنشتري فرش ما بتنضفهاش كويس. بصوا هنا كنت بقارن ما بين الإزازتين. مبدئيا كده أنا هحتاج شوية زلط. ايوه هحتاج شويه زلط، محتاجه منك ابنك بقى اي حد ينزل يجيب لك الزلط مثلا من حد بتاع رمل من الشارع، ايا كان. احتاج شويه زلط وهحط معاهم معلقتين 3 من صابون المواعين. تمام. وبعد كده هحط عليهم شوية مية. عايزة اقول لكم بجد دي احسن طريقة ممكن تنضفي بيها اي حاجة ازاز. بجد حلوة جدا جدا احسن من الفرش. هسدها بايدي كده، ما تسدوهاش بالسدادة بتاعتها لان هي هتوقع مية. هتسدها بايدك وهتقعدي تركي كويس جدا جدا من 3 ل 4 دقايق. هترجي بشكل عشوائي، يمين وشمال وفوق وتحت، ترجيها كويس. بصوا لون المية هنا اتغير خالص. الترسبات الخضراء اللي بتنتج اصلا نتيجة ان احنا سايبين الازازة معظم الوقت بتبقى مفتوحة منها الهواء، فبتعمل الترسبات الخضراء ديت. بصوا بقى هنا الازازة بجد انا عمري ما نضفت يعني الازازة ديت كده. تمام. تاني فكرة بقى معانا الناس اللي بتستخدم جوانتيات وهي بتغسل مواعين وبتنقط عليها. عايزه اقول لكم ان انتوا تقدروا ان انتوا تتنوا جوانتي كده لبره، وبجد مش هينقط عليكم تاني. تالت فكرة بقى معانا، هتجيبي اي استك واي شراب عندك سواء خفيف او تقيل، وهتجيبي المكنسة بتاعتك. طب الفكرة دي هتفيدنا بايه؟ لو وقعتي اي حاجة صغيرة على الارض ومحتاجة ان انت تجيبيها ومش شايفاها، عايزة اقول لكم دي احسن طريقة ان انتوا تدوروا على اي حاجة وقعت منكم، خاصة الناس اللي عندها اطفال دبابيس وقعت منها وبتبقى خطر جدا. الفكرة اللي بعد كده، لو انت طبعا اشتريتي اي جاتو اي كيكه من بره وبيجي معاكي العلب ديت، اغسليها واوعي ترميها. هتجيبي اي مغناطيس وهتحطيها على باب التلاجة عندك كده، وهتستخدميها كأنه رف تقدري تحطي فيه الكروت بتاعه المحلات، تقدري تحطي فيه ورقة او قلم، تقدري تحطي فيه اي حاجة. تعالوا الفكرة بقى اللي بعد كده، لو عندك عصاية المقشة العليقة اللي فوق اتكسرت منك، اقولك تعملي ايه. هتشتري ب2 جنيه جنش من اي موان، وهتجيبي اي شنيور وتخرمي فيه خرم حلو كده علشان نركب فيه الجنش. دي اكتر طريقة عملية بجد بستخدمها عندي لو المقشة بتاعتي يعني ايه العليقة بتاعتها باظت. بعد ما عملت الخرم فيها هركب الجنش، هقعد الفه كده فيه، وباسهل طريقه وب2 جنيه عملتلك علقه العصيان بتاعتك، وتعلقيها بعد كده في المكان المخصص ليها. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. زي ما انتم شايفين انا كنت هنا بشيل الزيادات مني وبعد كده علقتها. بعد كده الفكرة ديت حلوة جدا جدا جدا. عايزة لمامة او اللي هي مفردة العجين اللي بالشكل دوت يكون ليها ايد، وعايزة لزق معاكي وهنحطه بالعكس بحيث ان اللزق اللي بيلزق هو اللي وشه بره. طب انا دي هعمل بيها ايه؟ هعمل فكرة اللمامة اللي بنشتريها من ايكيا غالية جدا. عايزه اقول لكم ان الناس انا يعني السجاده دي انا منضفاها كويس جدا وغسلاها، وبرضو بتلم وبر وفتل، والمكنسه ما بتجيبش الفتل ديت. هتشوفوا النتيجه دلوقتي بجد انبهار. عايزه اقول لكم اللمامه دي الناس اللي عندها مثلا بنات وشعرها بيقع، الناس اللي بتستخدم مكنات الخياطه وخيط كتير على السجاجيد والمكنه ما بتجيبهاش، عايزه اقول لكم ان الطريقه ديت هتشيلوا اي وبر تحفه. الناس برضو اللي البناطيل او اي هدوم جه فيها مناديل وحابه ان هي تشيلها، بتشيلها برضو بالطريقه ديت. الفكره اللي بعد كده، اي علبه ايس كريم عندك ما ترميهاش. تعالوا اقول لك على فكره حلوه جدا هتستخدميها عندك في المطبخ. عايزه بقى اي مفك اي مسمار اي حاجه حديد نقدر ان احنا نستخدمها بحيث ان انا اعمل فتحات في العلبه من تحت. وعايزه بقى اي مناديل وايبس عندك باظت او الميه بتاعتها جفت، او حتى لو انت هتشتري نوع ما يكونش غالي قوي و حطها فيها بالشكل دوت. وهاجي مع كل بقى استعمال، مثلا شربت الشاي اروح حاطه فيه الطفل بواقي اكل، وفي اخر اليوم امسكها ارميها الباسكت عندي. صدقيني الباسكت القمامه عندك مش هيعمل ميه تاني.
الفكرة دي حلوة جدا جدا. لو انت عايزة تسلقي نوعين مكرونة وحطيتي النوع الاول بتاعك، هتجيبي بقى اي صفاية او اي صفاية كده وتحطي فيها الحبة اللي انت محتاجاها، مثلا لو عندك طفل وعايزة تعملي له مكرونة مخصصة ليه، وتحطيها من فوق هتستوي زيها زي اللي تحت. وبكده يبقى انا خلصت كده افكاري. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.